يعني حبيت الانترو بتاعت المطبخ، مع اني مش عارفه هعرف ولا في الاسعار اللي احنا فيها دي. من تحت عملت كده، والبلوزه التانية برضو زيها نفس القماشه، مش بتحتاج ان هي تتكوي. بصوا لونه، حطيت جلوس ونسيت اقول لكم ان انا حطيت عليه بحط جلوس يعني معاكم بطريقه مختلفه شويه. هلو يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو مختلف عن اللي انا عملتهم قبل كده. كل مره بعمل معاكم شاي بلبن، كل مره بنعمل في الفطار شاي بلبن، بس المره دي هعمله معاكم بطريقه مختلفه شويه. لسه مجرباها بقالي فتره صغيره، وهنعمل حاجتين النهارده. هعمل معاكم الشاي بلبن، وكمان انا رايحه مشوار، هجهز معاكم ونختار اللبس سوا ونحط الميك اب سوا وكل حاجه. لو انت اول مره تيجي ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس، تعملي لايك للفيديو ده. يلا بينا. قليل اول ما بعمل لكم الانترو من المطبخ، يعني حبيت الانترو بتاعت المطبخ، علشان احنا هنبدا الفيديو بحاجه في المطبخ. بصوا انا حطيت هنا اللبن، هعمله معاكم دلوقتي. قلت لكم ان انا حطيت اللبن هنا. الطريقه بقى ايه؟ ان احنا مش بنحط، مش بيبقى ميه وشاي مع بعض وكده، لا. بس انا مش هستخدم شاي فتله يعني وكده او باكت، يعني هحط شاي اللي هو العادي. فهحط حبه كده هنا، وبنسيبهم يغلوا مع بعض على النار مع اللبن. في ناس بتحب ان هي تحط السكر برضو ويغلوا كلهم سوا، بس انا بحط السكر في الاخر بعد ما اللبن يغلي مع بعضه يعني وكده. تخيله ان ممكن في حد يصحى من النوم ما يشربش كوبايه شاي كده قبل ما يبدا يوم. بجد والله يا جماعه، الموضوع مهم قوي قوي بالنسبه لي. لازم شاي بلبن. وبعدين نشوف هنعمل لحد بقى ما الشاي ما يغلي. هحط جايبه قراقيش حطها. عارفين نولا اللي هو بتاع الحلويات؟ الطبق ده بتاع نولا، عندي من زمان قوي يعني مش من قريب، فبحبه. بصوا لونه اللي هو الالوان البيستاج دي الحلوه. فهحط فيه بقى كام واحده كده، اللي هي القراقيش اللي هي بعجوه دي، عشان نفطر كده وننبسط. اهي اهي. وانا مش هاكل كل ده هو انا ايه، بملى الطبق، بس انا مش هاكل كل ده. هاكل 2 مثلا عشان هي بعجوه. وفي واحده ساده كده، مش عارفه الساده كبيره قوي كده ليه، بس انا بحب مع الشاي بلبن الساده اكتر يعني. فهاكل واحده ساده و2 بعجوه، واشيل الباقي في التلاجة علشان انا عندي نمل كتير جدا. كل حاجه بحطها في التلاجة، سكر، اي حاجه النمل بيروح عندها يعني بشيلها في التلاجة بسببه. وبس بقى للخطوه المهمه والاهم. يح البتاع سخنه، استنى امسكها بفوطه او حاجه. جبت فوطه. هو ان احنا هنصفي، او ان انا يعني بحب اصفيه علشان الشاي يا لهوي ما يفضلش في اللبن فما يتقلش، عشان انا ما بحبوش تقيل قوي. طبعا كل واحد وذوقه، بس انا مش بحب الشاي بلبن تقيل، فلازم اصفيه من التفل يعني بتاع الشاي وكده. وبس لازم ادوقه قدامكم دلوقتي بالقراقيش. القراقيش دي تحفه يا جماعه، تحفه قوي. دلوقتي بقى احنا زي ما قلت لكم الجزء التاني من الفيديو ان احنا نازلين، فعندي 2 اوبشنز او عندي اختيارين من البلوزات. بصوا البلوزه دي بحبها جدا، شكلها كيوت كده. وبصوا الزراير بتاعتها، انا اوريكم. بصوا الزراير بتاعتها اللي هي اللي بتبقى عليها قماش وكده، والكرانيش اللي من هنا دي بحبها قوي. كمها بيبقى فيه استك كده، بحبها علشان ما بتحتاجش ان هي تتكوي. انا اي لبس عندي ما بيحتاجش ان هو يتكوي، عايزه البسه يعني. والبلوزه التانية برضو زيها نفس القماشه، مش بتحتاج ان هي تتكوي،
بس دي مفتوحه، التانية مقفوله، دي مفتوحه كده وبزراير بقى كلها يعني. ودي بتبقى اوفر سايز كده شويه، بتبقى واسعه كده على اللبس، في اللبس يعني شويه، فانا مش عارفه لسه. والبنطلون الجينز ده من تحت عامل كده، هو عادي يعني مفيهوش اي حاجه. فهحط دلوقتي كونسيلر بتاع مايت سينما اللي هو ده، كنت عامله لكم عنه ريفيو قبل كده، رجعوا للفيديوهات القديمه. وانا لو افتكرت هحط لكم الفيديو بتاعه وبتاع كام حاجه كده كنت جايباها في اول كومنت، انزلوا على اول كومنت شوفوه. بس هو حلو يعني، بس انا هكلمكم عن يعني كلمتكم عن كام حاجه فيه كده لو حابين تعرفوا تفاصيل يعني، بس توتال حلو. انا حاطه ماسكارا فانا مش عايزه ازود عليها، هحط بس روج، هحط الروج ده. حطيت جلوس ونسيت اقول لكم ان انا حطيت عليه بحط جلوس يعني مع الجلوس اللي على وشي. واخدين بالكم يا جماعه؟ مش عارفه احط ميك اب ولا انشف العرق بجد، الموضوع صعب قوي. وانا في الدور الاخير بيبقى الدنيا حر والشمس جالي من كل حته، وبصوا طول اليوم ببقى كده حرفيا طول اليوم يعني. اللي هو يعرف اجيب تكييف، مع اني مش عارفه هعرف ولا لا في الاسعار اللي احنا فيها دي. فده كده الميك اب، مش حطيتش بلاشر ولا اي حاجه، وانا كنت راسمه حواجبي بس بسيط كده. وزي ما قلت لكم انا كنت حاطه ماسكارا خفيف كده فما حبيتش ان انا ازود عليها. هحط بس لوز باودر هنشف وشي كده بيها، مش لوز باودر بمعنى لوز باودر يعني اللي هو هنشف بس بشرتي وبس كده. كده خلاص هختم معاكم الفيديو، هروح اجهز بسرعه علشان ماما هتولع فيا لان احنا نازلين خلاص، فهلحق بس البس وانزل. انا غالبا هلبس البلوزه دي غالبا، ف يعني ان شاء الله هي خلاص انا اخترت البلوزه دي هلبسها وبس كده. اشوفكم في الفيديو الجاي على خير. لو انت اول مره تيجي اشتركي في القناه وفعلي الجرس واعملي لايك للفيديو ده وبس كده. باي.